حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبيب قلبي، بقالي كتير اوي منزلتش فيديوهات بجد. والله وحشتوني اوي اوي، بس بتبقى ظروف كده غصب عن الواحد ان هو يصور. الاولاد كانوا تعبانين شوية، والحمد لله على كل حال بقوا تمام وكويسين. الدور اللي هو العادي، البرد السخونية والحاجات دي، بس يعني العيال بتبقى بتتدلع حبتين كده على الأم، والأم البار هيف طبعا، فبتبقى قاعدة بيهم وقلقانة علشان خير. الحمد لله ربنا شفاهم وعافاهم، وربنا يا رب يهدي أولادكم جميعا. وزي ما انتم شايفين بقى كده، فين التصوير ده يا أم حنين؟ في مدينة بلطيم. تمام. كنا رايحين المصيف. احنا كنا كده بقى في بداية الطريق، المقطع اللي انا وريتهولكوا الأول ده كنا هناك، وبداية الطريق زي ما انتوا شفتوه. وكده كنا نزلنا بقى من السكن اللي احنا كنا فيه، والطفطف ده جميل قوي ان هو مشغل اغاني وفي نور. الاولاد كانوا بيحبوا يركبوا علشان الاغاني بس بتاعته. فقلت بقى اخد لكم كده لقطة لسيف وبابا. سيف يحب يركبوا قوي عشان يسقف الاغاني ويرقص. زي ما انتوا شايفين المنظر من بره بيبقى حلو وملفت للنظر، وما شاء الله الجو هنا جميل قوي. احنا كنا هناك من حوالي 4 ايام. انا اتأخرت بس في تنزيل الفيديو شوية. ما شاء الله الجو بالليل تحفة تحفة بجد. و... وصورت لكم يعني حاجة بسيطة كده واحنا في البحر بقى. طبعا سيف وباباه ماشيين قدامي، بس احسن حاجة لما يكون معاك اولاد بيموتوا في باباهم، وانهم شبطانين في باباهم وسايبينك بقى ماشية براحتك كده. واللعب اللي هناك الملاهي، احنا دخلنا كذا مكان في ملاهي من دي، يعني شط الزهراء والنرجس والأمل والسلام. كنا بنتمشى بقى ودخلنا كذا مكان. تمام. بجد الأولاد اتبسطوا قوي باللعب والمراجيح والحاجات دي. بس بالنسبة للكبار لما ينزلوا يتمشوا كده بالليل، الجو حلو قوي قوي بجد جميل. ما اقولكوش يعني، يمكن لو فضلتوا ماشيين ممكن تفضلوا يعني فترة في اليوم متحسوش بالوقت بصراحة. احنا كنا بقى بنفضل سهرانين لحوالي الساعة 2 أو 3 بالليل، وبنصحى متأخر على ما بنفطر ونظبط حالنا. وبعد كده كنا بننزل البحر برضو يعني حوالي الساعة 5. واللي هو يعني ايه علشان الشمس والعيال وكده. بس الحمد لله انا عندي من الصغير ده خاف ينزل مية اصلا. ما شاء الله بنتي الكبيرة هي 4 سنين، المفروض يوم 15/7 4 سنين بإذن الله. هنزل لكم فيديو برضو لعيد ميلادها. وابني بقى حب يركب عجل واحنا هناك، فالمفروض العجلة دي لها من ورا كده يد ان انت بتزقيها منها، يصوت ومش عايز حد يزق. متعب بس بصراحة اليوم ما بيحلاش غير بيهم والله. بس اصعب حاجة لما بيناموا منك بقى وانت بره، التعب كله. بس ما شاء الله سيف كان عسل وكان بيسهر معانا، ربنا يحميه. ثم جم بقى من المصيف تعبوا شوية، وكانوا قبلها برضو واخدين الدور ده، اللي هو لما العين بيكون تعبان بتبقى حاجة مملة قوي. يا سلام. على الأستاذ سيف هو مفكر ان هو اللي ماشي العجل، فما بيشوفنا احنا ماسكينها من ورا بيزعق. ده كده كان تاني يوم بقى. واحنا نازلين يعني كنت كل ما بنزل بصور لكم ايه
في حاجة بسيطة كده. كنت انا وجوزي واقفين وكنا مستنينهم يركبوا القطر اللي بيلف ده عشان اصورهم. بقول لي انت بتاخدي صورة ولا فيديو؟ قلت له والله يا ابو حنين هو يعني من ده على ده شوية صورة، شوية صور لنا كده تبقى للذكرى وفيديو كده اللي هي لقطة بسيطة بس تكون في وسط الفيديو. ده اللي دي شكلها تحفة. الأولاد بيشبطوا فيها بس صراحة مبتكملش معاهم يوم. أو بالنسبة للأولاد أنا مش عارفة يعني الطبيعي بتاعهم بتاع الناس ايه. بس ما شاء الله زي ما قلت لكم الجو هناك جميل، والألعاب كمان جديدة وحلوة. وبالنسبة للعبة دي احنا أول مرة أصلا نشوفها، بس هو كان خوف أصلا إن احنا نجربها، خفت إن أنا أركبها أساسا. بس حبيت أوريكم كده كل حاجة وأشارك كل اليوم بتاعنا فيه ايه. متنسيش بقى لو أول مرة تشوف قناتي تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يوميات أم حنين اهو. ما شاء الله بجد والله الجو حلو أوي أوي، متشبهش من الجو هناك أصلا. وكده بقى ايه واحنا على البحر. طبعا الدكتورة حنين والأستاذ سيف. سيف بيخاف يقول علشان سنه صغير. سيف سنة ونص، حنين زي ما قلت لكم 4 سنين. بس حنين وهي برضه صغيرة كده كانت بتنزل بتخاف ان هي تيجي من المية اصلا، بس بدأت ان هي تقعد على الشط كده ان المية تيجي عليها. اشوفوا انا مبسوطة ان هي بدأت تاخد على المية. كانوا بيلعبوا بقى. هما بيشوفوا نفسهم اصلا في التليفون مقولكوش على الفرحة اللي هما بيبقوا فيه. كانوا مبسوطين قوي. احنا قعدنا حوالي 3 ايام او 4 ايام هنا. عقبال عندكم جميعا. سيلفي متجوز جديد وكان بقى يعتبر بقى ده شهر العسل بتاعه، رحنا غلسنا عليه يومين كده وجينا. فالاولاد كانوا مبسوطين قوي. يعني في عيال صغيرة قد سيف يمكن قاعدين برضو في الماء كده او يمكن اجمل منه شوية، بس هو شوفوا بيكلم حنين ويقول لها تعالي هنا، خايفة عليها اصلا. ويقول له تعالي يا سيف تعالي يا سيف اقعد جنبي، هو مش راضي. بس نزلناه المية كده ايه غصب عنه بس بقى يصرخ وخايف. واللي قاعد جنب حنين ده ابن سيلفي. هما بيخافوا ان هما ينزلوا اصلا، بس يعني ايه بدأنا ان احنا نجمد قلبهم ان يقعدوا هنا والمية تيجي على رجلكم وما تخافوش وكده. زي في مكان بيلاقي بنت حلوة كده كان يقعد يلعب معاه ويعكس. شوفوا سيف بعمل فيه ايه. اننا يا ماما او اي حد يشوفه سواء اكبر منه اصغر منه يقول عليه نني. وحنين تقولي صوريني. حبيب قلبي اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.